لو أنت أول مرة تشتري عربية أو عايز تجيب عربية تبتدي تتعلم عليها السواقة، معانا 5 اختيارات تعتبر مناسبة جدًا بتبتدي من 20.000 لحد 100.000. أول اختيار معانا بيبتدي من 20.000 هي العربية الفيات 128. العربية تعتبر اقتصادية جدًا في استهلاك البنزين، لأن المحرك بتاعها 1100 سي سي 4 سلندر، ده يعتبر اقتصادي موفر في البنزين. العربية ناعمة، العربية حجمها صغير، سهل التحكم فيها، سهلة في الركنات، بس مشكلة العربية ديّة إن العفشة بتاعتها على كبالن، فبتحتاج صيانة باستمرار. تاني عربية معانا الهيونداي اكسيل موديل 95. العربية طبعًا تعتبر من العربيات العملية جدًا، قطع غيارها موجودة. العربية في منها نسختين، نسخة ال1300 سي سي والنسخة ال1500 سي سي. العربية برضه من ضمن العربيات العملية، عربية صالونها من جوّه مريح وواسع، عربية عملية، عربية في إعادة البيع والشرا مطلوبة في السوق. نيجي للاختيار اللي بعد كده، عندنا اختيارين، العربية الفيات الأونو والعربية السوزوكي الماروتي. الاتنين يعتبروا نفس الكماليات ونفس المواصفات، بس الفرق إن الفيات الأونو المحرك بتاعها 1000 سي سي، أما السوزوكي الماروتي المحرك بتاعها 800 سي سي، فده موفّر بشكل أكتر. عامةً العربيتين يعتبروا موفّرين بشكل كبير جدًا عن العربيات اللي في الفئة السعرية بتاعتهم في استهلاكهم للبنزين. عربيات عملية، عربيات ناعمة، العربيات حجمها صغير، سهلة تمشي بيها في الزحمة، ركناتها سهلة، قطع غيارهم موجودة ومتوفّرة، تقريبًا برضه نفس الحجم. لو زوّدنا شوية من 60.000 لحد 100.000 هنخش طبعًا على العربيات الكوري، طبعًا أشهرهم العربية اللانوس والعربية النوبيرا. العربيات بتنزل بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر، عربيات طبعًا أثبتت نجاح كبير جدًا في جميع محافظات مصر، لأنها عربية عملية أعطالها قليلة، عربيات ناعمة وعربيات مكيفة وقطع غيارها موجودة وأسعار قطع غيارها رخيصة مش غالية ومطلوبة جدًا، جدًا في إعادة البيع والشرا.